ده مذهب يعني شاذ. هذا المذهب وجد في أمريكا، تكلم عنه هنتنجتون، صامويل هنتنجتون، وده باحث معروف في صراع الحضارات، وتكلم عن هذا المذهب. وهذا المذهب انتشر بشكل كبير. يؤمن هذا المذهب بتفريغ المسيحيين من القدس، تفريغ المسيحيين من فلسطين أرض الميعاد، وأن يكون اليهود هم عاصمتهم هي القدس الأبدية، ويسيطروا على فلسطين حتى يخرج المخلص. لن يخرج المخلص إلا بوجود اليهود في القدس وسيطرتهم على فلسطين. ده بيستتبعه بلا شك حرب طائفية ستقوم بين المسلمين وما بين المسيحيين. فدي مشكلة كبيرة جدا. يعني هو هنا بيستخدموا هم الجماعات الإسلامية في المشكلة دي كمان، احتواء التنظيمات المسلحة زي ما احنا شفنا في العراق، والصرف عليها والإنفاق عليها، وزي ما احنا شفنا يمكن منذ قليل تعرضت سيادتك معلولة، وازاي هم بيعتدوا على الكنائس هناك وعلى معلولة تحديدا. فتفريغ المسيحيين وعمل حرب طائفية داخل المنطقة، دي مشكلة كبيرة جدا. فالخطة موجودة، لكن مدى توافق الخطة دي مع هدفنا، مدى نجاح هذه الخطة، ده مرهون بينا احنا بالحاجات كتير. بس كتير. أنا بشكر حضرتك، أنت حتى نبهتني أنا شخصيا ليه طول الوقت حتى في حرب أفغانستان كان يبقى أفغانستان ما فيهاش مسيحيين بالمناسبة، ربما في كتير من الجمهور ما يعرفش، لكن يبقى حرب على النصارى، حرب يعني في تغيير ولعب بالمصطلح. ويبدو ان المسألة زي ما حضرتك بتقول هي جزء من نسق موجود. بن لادن جبهة محاربة اليهود والنصارى. هو سمى كده، هو سمى الجبهة بتاعته كده، اللي سماها بعد كده قاعدة أنصار الله، واحنا بنطلق عليها عالميا تنظيم القاعدة. فهي دايما بنستخدم حتة الطائفية في الحروب، يعني بيستخدموها الجماعات الإسلامية في الحروب، حتة الطائفية. وبعدين لازم ندرك حتة مهمة جدا، موضوع الإخوان بقى والجماعات الإسلامية، إزاي احتواء مرسي والإخوان والخطة الدولية لاحتواء تنظيم القاعدة. ما دي مرتبطة باللي حصل في مصر تحديدا. يعني أنت عارفة إن عصام الحداد ذهب للولايات المتحدة الأمريكية، والتقى في يوم 6/12/2012 بمستشار الأمن القومي، والأول مرة الرئيس الأمريكي أوباما يحضر اجتماع مع واحد زي كده، ما برئيس مصر. يعني استغربناها وقتها. فجلس مع عصام الحداد وعرض عليه، قال له: هل تستطيع جماعة الإخوان أن تحتوي تنظيم القاعدة؟ فقال له: لا أستطيع الرد. قال له: طيب رد عليا بعد ما نزل البلد، قعد مصر يعني 4 أيام، وبعد كده اجتمع مكتب الإرشاد واتفقوا جميعا على أن الإخوان قادرة على احتواء تنظيم القاعدة. ودي كانت خطة أمريكية إخوانية، يعني ويمكن هي السبب في دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكبير جدا للإخوان المسلمين. لما فتحت أمريكا مكتب عن طريق قطر في لطلبان، وعرضوا نفس العرض على طلبان رفضت هذا العرض، قالت: احنا ما نقدرش نحتوي تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة له سياسات مختلفة عنا تماما. الإخوان أبدت موافقتها، ونزل عصام الحداد، وبناء عليه سافر محمود عزت وسافر عصام الحداد مرة أخرى إلى ليبيا. جلسوا مع ثروت صلاح شحاتة. ثروت صلاح شحاتة ده أحد قيادات تنظيم الجهاد والقاعدة في العالم، وعامل معسكرات في ليبيا، معسكر أنصار الشريعة. بناء عليه تم الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين في جوانتانامو، طلبوا الإفراج عن عمر عبد الرحمن، طلبوا رجوع تنظيم القاعدة ورجوع المطلوبين ومنهم أيمن الظواهري إلى مصر، واتفقت الإخوان معهم على أنهم هيقيموا في سيناء. بناء عليه تمت 3 مكالمات ما بين مرسي وبين الظواهري، وقال له في إحدى المكالمات قال له ترجع في سيناء، وبعد كده التاني طلب منه دعم الناس اللي هترجع وسكنهم والسلاح وعمل جيش داخل سيناء. فالقصة كلها ما حدثت دي مرتبطة بخطة قديمة جدا، اللي هي في الصهيو مسيحية الصهيونية، وخطة أمريكية لاحتواء تنظيم القاعدة، وخطة لعمل حرب مذهبية طائفية داخل منطقة الشرق الأوسط. طب إيه اللي هتجنيه أمريكا من إن هي تطلع المسيحيين من هنا؟ هل ده هيهدي شعوبها في التعامل معاها، مقابل إنه الشرق الأوسط يكون هو يعني مش عارفة أسميها إيه، الحظيرة اللي هيتجمع فيها كل أشكال الإرهاب في العالم؟ هم عاوزين يعملوا حرب مذهبية طائفية داخل المنطقة. ومن فصول هذه الحرب حرب دينية ما بين الأديان، حرب ما بين أهل السنة والشيعة.